بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب الصف الأول الإعدادي، أهلا وسهلا بكم. بإذن الله معنا النهاردة مجموعة من الاختبارات من كتاب الامتحان وكتاب الأضواء للتدريب على اختبار شهر أكتوبر. نبدأ على بركة الله. هنبدأ أولا مع كتاب الامتحان مع السؤال الأول. ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام عندنا العبارة الخطأ مع مع التصويب. ما تنساش مع التصويب. رقم واحد: محلول ملح الطعام عبارة عن مخلوط غير متجانس لا يمكن تمييز مكوناته بالعين المجردة. أقول له لا، طبعا الكلام ده خطأ، لأن كلمة محلول بتعود عندنا طبعا على على المخلوط المتجانس. فعندنا ملح الطعام عبارة عن مخلوط متجانس لا يمكن تمييز مكوناته بالعين المجردة. رقم اتنين: النيوترونات جسيمات موجبة الشحنة. لا والله كلامك خطأ، لأن احنا عندنا النيوترونات متعادلة الشحنة وتوجد داخل نواة الذرة. لو أنا عايز أسيب كلمة موجبة هشيل النيوترونات واكتب مكانها البروتونات. يعبر عن الترابط التساهمي في جزيء الأكسجين بطريقة لويس النقطي كالآتي. احنا كان عندنا الأكسجين العدد الذري بتاعه 8، لما أجي أوزعه هلاقيه عبارة عن 2 6. فهنا طبعا الأكسجين عنصر لا فلز، واللا فلز آخره 5 أو 6 أو 7. هنا طبعا الرابطة التساهمية عبارة عن مشاركة أو مساهمة. فهنا الأكسجين هيرتبط بذرة أكسجين أخرى، العدد الذري أيضا بتاعها 8، التوزيع الإلكتروني بتاعها 2 6. فهنا ده هيشارك بإلكترونين، والأكسجين الذرة الأخرى تشارك ب2 عشان يكون عندنا آخر مستوى فيه 8 إلكترونات. وبالتالي الرابطة عندنا التساهمية في جزيء الأكسجين بتكون رابطة تساهمية ثنائية. يعني كل ذرة أكسجين عندنا بتساهم عندنا بزوج من من الإلكترونات. تمام. هو كان هنا عندنا 6 في آخر مستوى، شارك ب2، وهنا حواليه طبعا هيتفضل كام إلكترون تانيين؟ عندنا 4 إلكترونات أخرى. فهنا 4، وبعد كده هو مشارك ب2 والذرة الأخرى مشاركة معاه ب2. يبص كده تلاقي وراه كام أو حواليه 8 إلكترونات. فهنا طبعا دي عاملها رابطة تساهمية أحادية. الكلام ده طبعا هيكون هيكون خطأ، والشكل اللي قدامنا ده هيكون طبعا هو عندنا الإجابة الصحيحة. 1 2 3 4 5 6 7 8 إلكترونات. السؤال عندنا رقم 4: كثافة الحديد أكبر من كثافة المية. صح، لذا يطفو الحديد فوق سطح الماء. لا، خطأ. عندنا اللي كثافته كبيرة بيغوص، اللي كثافته كبيرة بيغوص، واللي كثافته أقل بيطفو. فالحديد بيغوص لأن هنا كثافته أكبر من كثافة من كثافة المية. السؤال عندنا رقم ب: استخرج الكلمة أو الصيغة الكيميائية غير المناسبة في كل مما يلي. عندنا 4 كلمات، في 3 شبه بعض وفي كلمة بينهم مختلفة: الزرنيخ، الأنتيمون، البروم، السيليكون. طبعا أنا هستبعد كلمة مين؟ هستبعد عندنا شطار البروم. هتيجي تسألني ليه؟ خلي بالك بيجي يقول لك إيه بقى؟ غير المناسبة هيكون عندنا البروم. ليه بقى؟ باقي الكلمات اللي هو الزرنيخ والأنتيمون والسيليكون دولت يعتبر عندنا حاجة اسمها أشباه فلزات. فإحنا عندنا العناصر 4 أنواع: فلز، لا فلز، شبه فلز، وغاز خامل. رقم 2: عندنا الفلور، الزئبق، الأكسجين، الكلور. يا ترى هستبعد مين؟ خلي بالك هنا عندك الفلور يعتبر غاز، والأكسجين يعتبر غاز، والكلور يعتبر غاز. فأنا هستبعد الزئبق. ليه هتستبعد الزئبق؟ لأن الزئبق عنصر يا شطار، عنصر عندنا فلز سائل. فلز سائل. رقم 3: LiF، MgO، H2O، NaCl. يا ترى مين المختلف هنا؟ هاجي أقول لك والله خلي بالك بقى، الليثيوم فلز والفلور لا فلز. هنا المغنيسيوم فلز، والأكسجين عندك يعتبر لا فلز. عندك الهيدروجين يعتبر لا فلز، والأكسجين لا فلز. الصوديوم عندك فلز، والكلور عندك لا فلز.
فالرابطة اللي بتنشأ ما بين فلز ولا فلز بتكون عندنا رابطة أيونية. يبقى أنا هستبعد عندنا مين؟ هستبعد المية اللي هي عبارة عن H2O، لأن المية هنا بتحتوي على رابطة إيه؟ رابطة تساهمية. تمام؟ وباقي المركبات طبعا بتحتوي على روابط عندنا أيونية. السؤال رقم ج، اذكر استخداما واحدا لسبيكة الستانلستين. والله سبيكة الستانلستين دي كانت عبارة عن حديد مضاف إليها بعض العناصر الأخرى، كانت بتتميز إنها ضد الإيه؟ ضد الصدى. عشان كده كنت بستخدمها عندنا في صناعة أواني الطهي، لأنها طبعا ضد الإيه؟ ضد الصدى. مع السؤال رقم 2. السؤال رقم 2 بيجي يسألني فيه، بيجي يقول لي اختر الإجابة الصحيحة مما بين الإجابات المعطاة. رقم 1، من الشكل المقابل أي من العناصر التالية تلزم لإقرار الجزء X؟ X ده هو عبارة عن الأوراق. تمام. وأي جزء مسؤول عندنا لتقوية الجزء عندنا Y، وهو عندك مين؟ وهو عندك الجذور. تمام. احنا كان عندنا سمات ال NPK. كان عندنا طبعا النيتروجين كان لازم لاخضرار الأوراق. ماشي. وكان عندنا الفوسفور كان بيستخدم في تقوية الجذور. تمام. وكان عندنا البوتاسيوم للنمو الصحي للنبات. هو عايز اكس وواي على الترتيب. اكس كان عندنا طبعا لاخضرار الأوراق هيكون النيتروجين، وعندك واي هيكون طبعا هو مين؟ هيكون عندك عنصر الفوسفور اللي هو لتقوية الجذور. يبقى انت عايز نيتروجين فوسفور، هتكون الإجابة الصحيحة عندنا رقم ب. رقم 2، أي مما يلي يمثل خليط من عنصر ومركب؟ تعال أقول لك إن العنصر كل الذرات بتاعته بتكون عندك متشابهة. تمام. بينما المركب الذرات بتاعته بتكون عندك إيه؟ مختلفة. فأنت عايز خليط من عناصر أو عنصر ومركب، من عنصر وإيه؟ ومركب. تعال نشوف الكلام ده معانا. تعال نشوف عندك الشكل رقم ألف. في هنا طبعا ذرات متشابهة، يبقى ده جزيء عنصر. ده جزيء إيه؟ عنصر. وفي هنا ذرات مختلفة، يبقى ده مركب. يبقى ده خليط عندنا من عنصر ومركب. تعال نتأكد من باقي الأشكال. هنا ده يعتبر عنصر كل الذرات شبه بعض، وهنا ده عنصر كل ذراته شبه بعض. عنصر عنصر. هنا ده مركب، وده يعتبر عندك مركب لأن الذرات مختلفة. هو عايز خليط من عنصر ومركب، يبقى أنا هختار الشكل رقم ألف. رقم 3، في الشكل المقابل أو الشكل المقابل قد يمثل تركيب لويس النقطي لكل من لمين يا ترى؟ تعال نشوف الشكل ده. عندنا عنصر اسمه إكس، وإكس حواليه كام إلكترون؟ واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية. يعني إكس ده بيتميز إن مستوى الطاقة الأخير فيه 8 إلكترونات، يعني مكتمل. هل يعتبر ذرة هيليوم؟ لا والله، الهيليوم اتنين بس العدد الذري بتاعه، فعنده إلكترونين في الآخر. نيون وكلور ممكن ينفع النيون، الكلور ما ينفعش، آخره 7. تمام. طب ذرة أرجون وأيون كلوريد، تعالى نتأكد. الأرجون خلي بالك 18 غاز خامل، يبقى آخره 8. طب أيون الكلوريد، احنا كان عندنا الكلور 17، العدد الذري بتاعه 2 8 7. ده كده ذرة. هو بيكلمني على الأيون، والأيون الكلور ده عنصر لا فلزي يعني بيكتسب، يقوم يتحول عندك لاتنين كام؟ 2 8 8. فعلا ده ينفع عندنا أيون كلوريد وذرة أرجون. تعال نتأكد. ذرة بوتاسيوم، لا البوتاسيوم آخره 1، والمغنيسيوم أيون المغنيسيوم هيبقى آخره 8. أيون المغنيسيوم آخره 8. بس ذرة البوتاسيوم 19، 2 8 8 1 آخره 1، ما ينفعش. تعال نشوف بعد كده الشكل معانا أو السؤال رقم 4. الأشكال التالية توضح، آسف، الأشكال عندك يا سيدي التالية توضح 4 هياكل كربونية لذرة الكربون، يحتوي كل منها على 4 ذرات كربون. تمام. ما عدد السلاسل الكربونية المتفرعة اللي فيها تفرع؟ خلي بالك دي كده سلسلة رأسية ما فيهاش أي تفرع خالص، مستقيم تنفع. ده كده وهنا عندنا تفرع، دي تنفع. تمام. دي كده عندنا، طب سيب دي كده 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 كده، لا ما فيهاش تفرع، دي سلسلة مستقيمة.
ما يغركش إن دي جاية كده، لا، أنت طول ما أنت ماشي كده في خط واحد يبقى أنت كده سلسلة، عندك إيه؟ سلسلة مستقيمة. ماشي يا سيدي. هو عايز المتفرع، دي تعتبر عندنا سلسلة إيه؟ لا والله، دي عندنا تعتبر حلقة مغلقة. فعدد السلاسل الكربونية المتفرعة هيكون عددها كام؟ هيكون عددها واحد فقط. السؤال التالي رقم ب. اكتب عندك المصطلح الايه؟ اكتب المصطلح العلمي. رقم واحد: جدول رتبت فيه العناصر ترتيبا تصاعديا على حسب كتلتها. ده عندنا الجدول الدوري لمندليف. رقم اتنين: أول نموذج للذرة على أساس تجريبي. طب كان طبعا عندنا مين؟ نموذج طبعا مين؟ العالم رازر فورد. رقم ثلاثة: لا فلزات المجموعة 7A من الجدول الدوري الحديث. طبعا كان عندنا اسمها ايه؟ الهالوجينات. مجموعة ال7A اسمها عندنا الهالوجينات. السؤال رقم ج. رقم ج: لماذا يوصف المغنيسيوم Mg12 بأنه فلز؟ تعالى أقول لك ليه فلز. تعالى نوزع. المغنيسيوم 12، التوزيع الإلكتروني بتاعه 2 8 2. والله أنا عارف إن الفلز بعرفه من التوزيع الإلكتروني آخره واحد أو اتنين أو تلاتة. هنا المغنيسيوم آخره كام؟ آخره اتنين، فيعتبر عندنا فلز لأن مستوى الطاقة الأخير يحتوي على إلكترونين. أمال عندك الأكسجين 8، توزيعه 2 6، لا فلز. ليه لا فلز؟ لأن مستوى الطاقة الأخير فيه 6، واللا فلز بيكون آخر مستوى فيه 5 أو 6 أو 7. تمام؟ معبرا عن نوع الترابط بقى اللي هيتم ما بين الأكسجين والمغنيسيوم بطريقة لويس النقطي. تعال نشوف الكلام ده كده على جنب كده لوحدنا. عندك يا حبيبي المغنيسيوم Mg12، توزيع الإلكتروني 2 8 2. بينما عندك الأكسجين 8، توزيع الإلكتروني بتاعه 2 6. 2 كام؟ 6. فهنا المغنيسيوم فلز والأكسجين لا فلز. والفلز عارفين إنه بيفقد، واللا فلز بيكتسب. الفلز بيفقد ويتحول عندك إلى أيون موجب اللي أنا بسميه كاتيون. اللا فلز بيكتسب ويتحول عندنا إلى أيون سالب اللي أنا بسميه أنيون. وبالتالي المغنيسيوم بعد ما كان ذرة متعادلة يتحول لأيون، يصبح توزيعه 2 كام؟ 2 عندك 8. بعد ما كان ذرة أصبح أيون بيحمل عدد من الشحنات الموجبة يساوي عدد الإلكترونات الإيه؟ المفقودة. تمام؟ أدي كده عندنا مين؟ عندنا المغنيسيوم موجب 2. تيجي بقى الأكسجين ياخد الاتنين اللي فقدتهم من الإيه؟ الأكسجين ويكتسبهم، يقوم يتحول عندك إلى 2 8. بدل ما كان ذرة يتحول عندك إلى أيون كام؟ أيون سالب 2 لأنه اكتسب 2. ويحدث تجاذب بين الأيون الموجب والأيون الإيه؟ والأيون السالب عشان يكون عندنا مركب أيوني وهو أكسيد المغنيسيوم. تعال نعمل بقى الكلام ده بطريقة لويس. لويس النقطي كان بيقول لك إلكترونات آخر مستوى. فأدي يا سيدي عندك المغنيسيوم إلكترونات آخر مستوى عنده إلكترونين، زائد مين؟ والله زائد عندك الأكسجين. تمام؟ أكسجين 8 2 6، آخر إلكترونات 6. 1 2 3 4 5 6. تمام؟ يحصل إيه بقى عندنا؟ يفقد هنا المغنيسيوم الإلكترونين بتوعه ويكتسبهم عندنا الأكسجين عشان يصبح ال Mg موجب 2. ويصبح عندنا الأكسجين ياخد التمن إيه؟ 8 إلكترونات. تمام؟ ويتحول عندك إلى أكسجين سالب كام؟ سالب 2. يصبح حواليه كام؟ يصبح حواليه طبعا عندنا 8 إلكترونات. 8 إيه؟ إلكترونات. هياخد الإلكترونين بتوع مين؟ بتوع المغنيسيوم، ويتكون عندنا مركب أيوني MgO، رابطة أيونية. نيجي بعد كده للسؤال التالي أكمل ما يأتي. السؤال الثالث معبر عن ذلك بطريقة لويس، خلصناها. السؤال الثالث أكمل. رقم واحد:
محاليل المركبات نقط توصل التيار الكهربي، والله المركبات عندنا الأيونية، بينما المركبات نقط لا توصل التيار الكهربي المركبات التساهمية. كتلة الذرة تساوي تقريبا مجموع كتلتي البروتونات والنيوترونات. يا مستر انت نسيت الإلكترونات. لا يا حبيبي ما نسيتهاش. الإلكترونات كتلتها ضئيلة جدا، يمكن إهمالها مقارنة بكتلة كل من البروتونات والنيوترونات. رقم 3، عند تسخين أكسيد الزئبق الأحمر اللي هو كان رمزه HgO. تمام، خلي بالك كلمة أكسيد ديت يعني عنصر متحد مع الأكسجين، كلمة أكسيد جاية من الأكسجين، وده لونه إيه؟ اللون بتاعه أحمر. كان بينحل عندنا بالتسخين يعني حرارة، وحرارة بنرمز لها بالرمز مثلث. والله يا مستر كان بيدينا زئبق فضي، وكان بيتصاعد غاز الأكسجين. بس المعادلة لازم تكون عندك موزونة. يعني إيه موزونة؟ يعني الذرات اللي داخلة في التفاعل قد اللي ناتجة. هنا الأكسجين داخل بواحد خارج باتنين، والوزن بيكون قدام المركب، فهضرب هنا في اتنين. الزئبق هنا باظ، حطيت له الاتنين بتوعه. ماشي يا سيدي. لما كنت بسخن بقى أكسيد الزئبق الأحمر كان بينحل إلى سائل وهو الزئبق. وغاز مين؟ غاز الأكسجين اللي هو ثنائي الذرة. يتشبع مستوى الطاقة M. يا ترى الام ده كان رقمه كام؟ احنا عندنا K L M، مستوى واحد اتنين تلاتة. كنت بحسب عدد الإلكترونات من العلاقة 2n سكوير أو 2 نون تربيع، فالN بتاعت الM بتلاتة، كان هنا ده بياخد 2 8 18، فالM بيتشبع ب18، بينما الN بقى اللي هو رقم 4 كان بيتشبع بكام؟ ب32، والكلام ده بنحسبه من العلاقة 2 نون تربيع. السؤال التالي رقم ب، بيجي يقول لي في رقم يا سيدي ب، تعال نرفع الصفحة شوية. ما النتائج المترتبة على كل مما يأتي؟ رقم واحد، زيادة العدد الذري بالنسبة للفلزات عناصر الأقلاء من حيث النشاط الكيميائي. خلي بالك فلزات الأقلاء اللي هي كانت عبارة عن الوان A، تمام، اللي هم كانوا عبارة عن المجموعة الأولى اللي هي تبع الفائز، أو المجموعة اللي هم كان عندنا العناصر دي مين؟ كان عندك يا سيدي الليثيوم، صوديوم، بوتاسيوم، بروبيديوم، سيزيوم. كان كده العدد الذري بيزيد 3 11 19 37 55، والأعداد الذرية مش حفظ عليه. بس إيه اللي كان بيحصل بالنسبة عندك للنشاط الكيميائي؟ والله كان بزيادة العدد الذري في المجموعة الواحدة بالنسبة للأقلاء الفلزات كان النشاط الكيميائي بيزداد. يعني أكبر واحد في النشاط عندك الكيميائي هو اللي تحت، وأقل واحد في النشاط الكيميائي اللي فوق. أكبر واحد في النشاط الكيميائي السيزيوم، وأقل واحد نشاطا هو كان عندك الليثيوم، لأن زي ما أنت عارف الحجم الذري كان بيحصل له بيزداد عندنا، كان حجم الذرة بيزداد عندك الإيه في عناصر المجموعة الواحدة. والفلزات كل ما الحجم الذري يزداد كل ما النشاط الكيميائي بيزيد. السؤال التالي، ما النتائج المترتبة على عدم احتواء نواة ذرة البروتيوم على نيوترونات؟ البروتيوم كان H11 اللي تحت ذري واللي فوق كتلي. لما كنت عايز تجيب عدد النيوترونات كنت بتطرح ذري من كتلي، واحد ناقص واحد كان بيطلع عندك بزيرو صفر. تمام. فالنتائج المترتبة على عدم احتواء نواة ذرة البروتيوم على نيوترونات، لقينا إن إحنا عندنا العدد الذري كان بيساوي العدد الكتلي. رقم 3، ما النتائج المترتبة على غمس ورقة دوار الشمس في كل من عصير الليمون ومعجون الأسنان؟ خلي بالك عصير الليمون ده حامضي، والحامضي كان بيحول صبغة عباد الشمس أو دوار الشمس للون الأحمر. تمام. وكان يا حبيبي عندك الإيه؟ عندك معجون الأسنان ده كان قاعدي، كان بيحول صبغة عباد الشمس أو دوار الشمس للون الأزرق، للون الإيه؟ الأزرق. طب أنا هنساها يا مستر، هقول لك على حاجة ما تنساهاش. حامضي ح، أحمر ح، فالح مع الح حامضي أحمر. أمال القاعدي؟ القاف مع القاف قاعدي ها أزرق، قاعدي إيه؟ أزرق. تعال نشوف السؤال التالي رقم ج. من الشكل المقابل عندك آه، ده اسمه شطار كبريتات نحاس،
وده كبريتات صوديوم، وهنا هيحط هيدروكسيد الصوديوم، وهنا هيحط هيدروكسيد النحاس. هل لا آسف، مش هيحط ده، هنا حط هيدروكسيد الصوديوم على هيدروكسيد النحاس فتفاعلوا وكونوا الحاجات دي كده معاك. تمام، تكون عندك راسب بقى، تكون عندك ايه؟ راسب. تمام، ادي السهم كده. هل الشكل يعبر عن تغيير فيزيائي ام كيميائي؟ لا والله مش فيزيائي خالص، ده تغيير ايه؟ كيميائي. مع التفسير، لان هنا حدث تفاعل كيميائي وتكونت مواد جديدة. من المواد الجديدة اللي اتكونت أهو، ده ما كانش في المتفاعلات خالص، وده ما كانش في المتفاعلات خالص، فتكون عندنا مواد إيه؟ مواد جديدة. فده يعتبر عندنا تغير إيه؟ تغير كيميائي ينتج عنه مواد إيه؟ جديدة بخواص مختلفة. بخواص إيه؟ بخواص عندنا مختلفة. السؤال الرابع، صوب ما تحته خط. رقم واحد، العنصر اللافلزي الذي يرمز لأيونه بإكس سالب 2 وتتوزع إلكتروناته في مستويين للطاقة، يكون عدد الذري كام؟ والله العنصر اللافلزي ده إلكتروناته كانت بتتوزع عندك في مستويين كي وإل، يبقى أكيد أول مستوى كان فيه كام؟ فيه 2. بس خلي بالك سالب 2 ده يعني اكتسب 2، يعني هو أصلا الذرة كان فيها كام؟ 6. تمام؟ وبالتالي هيكون عدد الذري بتاعه بجمع ده كله كان 8 مش 10. بيتكلم على العنصر. يمكن فصل مخلوط الرمل في المية، ده مخلوط غير متجانس، عن طريق الإيه؟ عن طريق الترشيح. رقم 3. 3، عدد النيوكلونات اللي هو العدد الكتلي في نواة ذرة العنصر اللي قدامك اكس 92 235. والله النيوكلونات العدد الكتلي اللي هو فوق 235. اعتقد الفلاسفة اليونانيون أن المادة تتكون من أجزاء غير قابلة للتجزئة، أطلق عليها اسم الذرات وليس الجزيئات. رقم ب، الجدول المقابل يمثل مقطع من الجدول الدوري. الراجل واخد مقطع من الجدول الدوري. تمام، ماشي يا سيدي. بس أنا عايز أقول لك على حاجة. أول ما تلاقي عندك يا بطل في الجدول الدوري بدأ يظهر عندك شوية عناصر كده في النص، اعرف إن العناصر دي هي العناصر الانتقالية، عناصر الفئة دي. وعناصر الفئة دي بتبدأ من الدورة الرابعة. يبقى أنت تيجي هنا يا بطل، هنا في الحتة دي كده، وتقول لي إن الدورة دي يا مستر الدورة رقم 4. يبقى اللي قبلها الدورة الثالثة، اللي قبلها الدورة الثانية، اللي قبلها الدورة الأولى. كلام جميل. ما الحرف الدال على عنصر انتقالي؟ طب تعالى أقول لك على حاجة. انت عندك دي كده 1A ودي 2A، وهنا 3A 4A 5A 6A 7A، المجموعة الصفرية. تمام، ودي عناصر الفئة دي. الاتنين دول اسمهم عناصر الفئة S، والستة دول اسمهم عناصر الفئة B. عايز عنصر انتقالي مع عناصر الفئة دي، هي العناصر الانتقالية، يبقى هو الرمز بتاعه B. عنصر يقع في الدورة الثالثة والمجموعة السادسة، ادي الدورة الثالثة اهي، والمجموعة الستة 6 6 6 6 6 6، يبقى العنصر M. استنتج تكافؤ العنصر واي. تكافؤ العنصر واي في السفن ايه؟ يبقى اكيد اخره 7. يبقى ده لافلز، واللافلز بيكتسب. طب ده عايز يكمل 8، هيكتسب كام؟ هتيجي تقول لي يكتسب الكترون عشان يصبح 8. طالما هيكتسب الكترون يبقى التكافؤ بتاعه احادي. او كنت ممكن اقول 5 و6 و7 و8 بطرح من 8. 8 ناقص 7 يطلع التكافؤ بتاعه 1، يعني التكافؤ عندك احادي. السؤال رقم 3، عبر عن الترابط الحادث في جزيء المركب الناتج من اتحاد 3 ذرات من العنصر A مع ذرة من العنصر T بطريقة لويس النقطي. طب تعال نشوف عندنا العنصر A. A و T. مين A و T؟ A و T. A أهو. اه اه، ده إيه ده؟ العدد الذري بتاعه بواحد. تمام. وتي العدد الذري بتاعه كام يا شطار؟ هيكون عندنا كام؟ ادي 1 2 3 4 5 6 7، لان توزيعه هيكون 2 5. 2 كام؟ 2 5. فالعدد الذري بتاعه ب7. يبقى انت عايز طريقة ترابط بين عنصر العدد الذري بتاعه بواحد اللي هو كان عندك الهيدروجين، وعنصر العدد الذري بتاعه عندك بكام؟ ب7 اللي هو النيتروجين. فلما تيجي توزع عندك الهيدروجين إلكترون، توزع النيتروجين 2 5.
عايز بلوس النقطي يبقى ركز على إلكترونات آخر مستوى. النيتروجين آخره 5 ولا فلز، والهيدروجين آخره 1 بس حالة شاذة لا فلز، يبقى الاتنين أكيد هيكونوا رابطة تساهمية مشاركة. تمام. فالنيتروجين محتاج 3 ذرات من الهيدروجين، لأن الهيدروجين هيشارك بواحد. النيتروجين عنده 5 محتاج يكمل ال8. تمام. فتيجي عندك النيتروجين أهو. تمام. آخره 5، 1 2 3 4 5. تيجي ذرة هيدروجين من هنا، وذرة هيدروجين كمان من هنا، وكمان ذرة هيدروجين من هنا. تمام. كده دي بتشارك بإلكترون، ودي بتشارك بإلكترون، ودي بتشارك بإلكترون. تبص تلاقي الهيدروجين كل ذرة هيدروجين حواليها كام إلكترون؟ حواليها 2. تمام. ودي حواليها 2، ودي حواليها 2. أمال ذرة النيتروجين حواليها كام إلكترون؟ تعالى عد. أدي 1 2 3 4 5 6 7 8. أصبح حواليها كام؟ 8 إلكترونات. مم. كنت مكمل بقى معانا الفيديو لحد دلوقتي، فأنا بدعوك بقى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وبطل والكومنت الجميل بتاعك. رقم ج، اذكر الرقم الدال على عدد العناصر الغازية في الجدول الدوري الحديث. كان عندنا عدد العناصر الغازية يا شطار كان عبارة عن 11 عنصر، منهم 6 عناصر أو 6 غازات كاملة. 6 غازات إيه؟ كاملة. وخمس غازات نشطة. تمام. كنا بنلخصهم في فك جنة. آسف كلمة هناك زر. تمام. هيليوم نيون أرجون كريبتون زينون رادون. وخمسة نشطة كنا هنقول عليها كف جنة، اللي هو الأكسجين، فلور، آه كف جنة، كلور، فلور، أكسجين، نيتروجين، هيدروجين. يبقى عدد العناصر الغازية هيكون عددهم كام؟ هيكون عددهم 11. كده الحمد لله نكون انتهينا من إجابة تدريبات كتاب الامتحان على مقرر شهر إيه؟ شهر أكتوبر. هنبدأ على بركة الله مع إجابة تدريبات كتاب الأضواء على مقرر أيضا اختبار شهر أكتوبر. النموذج الأول معانا 5 نماذج. السؤال الأول، اختر الإجابة الصحيحة. رقم 1، النسبة بين كتلة البروتون وكتلة النيترو. والله البروتون كان 1 يو والنيترون 1 يو، يبقى الاتنين بيساووا بعض. 1 على 1 بيساوي 1. الاتنين بيساووا بعض. أول جدول دوري لتصنيف العناصر كان عندنا الجدول الدوري لمندليف. تكافؤ العنصر في الشكل اللي قدامك. الشكل اللي قدامك التوزيع الإلكتروني بتاعه 2، وادي 1 2 3 4 5 6. 6 آخرك 6 بطرح من 8 يبقى آخرك يتساوي 2. تطلع معايا 2 يبقى التكافؤ ثنائي. السؤال رقم 4، أي مما يلي لا يمكن فصل مكوناته بطرق فيزيائية أو كيميائية؟ اللي ما بقدرش أفصله لا فيزيائي ولا كيميائي هو العنصر. ملح الطعام مركب، أكسيد الزئبق مركب، المية مركب ما عدا الكالسيوم. علل الذرة متعادلة الشحنة كهربيا، لأن في حاجتين، كلمة متعادلة يبقى في حاجتين متعادلين عندنا. لأن عدد البروتونات الموجبة داخل النواة بيساوي عدد الإلكترونات السالبة حول النواة. السؤال الثاني رقم 1، أكمل. تتركب المادة من وحدات صغيرة أو صغيرة تسمى الجزيئات، والتي تتركب من وحدات أصغر تسمى عندك باسم الإيه؟ باسم الذرات. يتكون الجدول الدوري الحديث من كام دورة أفقية؟ دورة أفقية كده 7. وكم مجموعة رأسية؟ 18 مجموعة رأسية. مسحوق الطباشير في المية يعتبر مخلوط غير متجانس، بينما محلول الخل في المية يعتبر مخلوط متجانس. يقاس عندك نصف القطر بوحدة تسمى باسم الإيه؟ باسم البيكومتر، والذي يقل في النقط بزيادة العدد الذري. نصف القطر بيقل في الدورة، بيقل في الإيه؟ في الدورة، بينما يزداد في المجموعة. افتكرها كده كده. تمام. في المجموعة كده. تمام. فكده مثلا بتبدأ ببرتقالة تنتهي بليمونة في الدورة. تمام. بينما في المجموعة بتبدأ بالبرتقالة وتنتهي يا سيدي بالبطيخ. تشبيه بس كده عشان ما تنساش. قارن بين المستوى L والمستوى M من حيث
ادي يا سيدي كي ال، هجيب ال هنا واجيب الام هنا من حيث رقم المستوى، ال رقم 2، الام رقم 3. ماشي. عدد الالكترونات اللي بيتشبع بقى كل مستوى، احنا كان عندنا 2 8 18 32، 2 8 18، يبقى ده 8 وده عندك 18. النموذج رقم 2، السؤال الأول، اكتب المصطلح العلمي. رقم 1، مناطق وهمية تدور فيها الإلكترونات حول النواة بسرعة فائقة. المناطق دي سميناها عندنا باسم مستويات الطاقة. الفئة التي تضم عناصر اللانثانيدات والأكتينيدات، والله هي عناصر الفائف. درجة الحرارة التي تتحول عندها المادة من الحالة الصلبة للحالة السائلة، يعني هيحصل لها انصهار، وتستنى على الدرجة يبقى درجة الانصهار. مخاليط يمكن تمييز مكوناتها بالعين المجردة، يبقى مخاليط غير متجانسة ويمكن فصلها بالترشيح. ماذا يحدث عند الاستخدام المفرط للأسمدة في الزراعة؟ والله طبعا الاستخدام المفرط ده هيؤدي إلى تلوث عندنا المياه، وطبعا تلوث عندنا التربة، ويضر بالنبات والحيوانات وصحة الإنسان. استخرج الكلمة أو الرمز المختلف. عدد الإلكترونات، عدد البروتونات، العدد الذري، العدد الكتلي. طبعا العدد الذري هو نفسه عدد البروتونات أو هو عدد الإلكترونات، الاتنين بيساووا بعض. تمام، فهستبعد العدد الكتلي. عندك كي ال وإن وإس. طبعا هستبعد الإس، لأن الإس ده عبارة عن فئة، أما دولت مستويات طاقة كي ال إم إن أو بي كيو. 5A 4A 3A 1A. هستبعد يا حبيبي ال 1A. ليه يا مستر هستبعد ال 1A؟ لأن ال 1A تبع الفائز. 3A 4A 5A دول تبع الفئة B. أكسجين، هيدروجين، زئبق، المية. طبعا هستبعد المية. ليه هتستبعد المية؟ لأن المية مركب، أكسجين عنصر، هيدروجين عنصر، الزئبق عندك عنصر. رقم ب، اكتب التوزيع الإلكتروني لذرات العناصر الآتية ثم حدد موقع العنصر بالجدول الدوري الحديث. خلي بالك موقع العنصر يعني أنت عايز رقم الدورة ورقم المجموعة، وخليك فاكر إن رقم الدورة بجيبه من عدد مستويات الطاقة، ورقم المجموعة بعرفه من عدد إلكترونات آخر مستوى. ماشي يا سيدي. تعال نمسك أول عنصر الكالسيوم 20. كالسيوم 20 هاجي أوزعه هلاقيه عبارة عن 2 8 8 2. عنده كام مستوى طاقة؟ كي ال ام ان، 4 مستويات طاقة، يبقى الكالسيوم بيقع في الدورة الرابعة. تمام. المجموعة بعرفها من إلكترونات آخر مستوى، آخرك 2، يبقى أنت في المجموعة 2A. 2A. تعال نشوف عندنا العنصر الثاني وهو النيون. النيون، تعال نشوف عندك الايه، عندك يا سيدي عنصر النيون رمزه ان ايه النيون. تعال نمسك عندك مين، نمسك عندك النيون، هيكون رمزه ان ايه 10. النيون ان ايه 10. تمام. تعال نوزع عندك النيون. النيون 10 هوزعه على ايه، 2 8. اخرك كام، 8. كام مستوى طاقة، 2. تمام، يبقى في الدورة الثانية. ده مين، النيون. ماشي. في المجموعة اخرك 8، يبقى مستوى الطاقة الاخير مكتمل بالالكترونات، يبقى انت تبع المجموعة الصفرية اللي هي رقم كام، 18 في الجدول الدوري. النموذج رقم 3 صح وخطأ مع رقم ايه، رقم 1. يكتب العدد الذري أعلى يسار رمز العنصر، يعني أنت عندك إكس مثلا 11 23. العدد الذري أعلى اليسار، لا العدد الذري تحت أسفل اليسار. يزداد الحجم الذري في المجموعة الواحدة من أعلى لأسفل، صح، ويقل في الدورة. يمكن فصل من مكونات المواد النقية، العنصر مثلا كده مادة نقية، أو المركب مادة نقية بالطرق الفيزيائية، خطأ. العنصر لا يمكن فصله بالطرق الفيزيائية ولا الكيميائية، بينما المركب يمكن فصله فقط كيميائيا. تزداد طاقة المستوى كلما اقتربنا من النواة، لا والله، ده كل ما بقرب من النواة الطاقة بتقل، وكلما ابتعدنا عن النواة الطاقة تزداد. اكتب الرمز الكيميائي للعناصر التالية. النيتروجين N حرف واحد كابيتال، الكلور حرفين أو الحرف كابيتال، تاني حرف سمول Cl. السؤال الثاني أكمل العبارات الآتية. رقم 1، يتشابه جسيم البروتون
مع جسيم النيترون في الإيه؟ والله بيتشابه معاه في الكتلة ويختلف معاه في الشحنة. رقم 2، رتبت العناصر في الجدول الدوري الحديث في الجدول الدوري الحديث على حسب حاجتين، على حسب تصاعديا على حسب العدد الذري وطريقة ملء مستويات الطاقة الفرعية بالإلكترونات، بينما في جدول مندليف رتبت على حسب كتلتها الذرية. تعرف عناصر المجموعة 1A باسم الأقلاء، بينما ال 7A باسم الهالوجينات. رقم 4، جزيء الأكسجين O2 من أمثلة جزيئات الإيه؟ جزيئات العناصر، كل العناصر بتاعته متشابهة، بينما الميثان يا عم ده فيه كربون وفيه هيدروجين، عناصر مختلفة، يبقى ده من أمثلة جزيئات المركبات. اذكر أهمية لكل من غاز الهيليوم. خلي بالك غاز الهيليوم غاز خفيف كثافته أقل من الهواء، كان بيستخدم في ملء المناطيد، مناطيد الهواء. سبيكة الستانلس ستيل في صنع أواني الطهي لأنها ضد الصدى، ضد الإيه؟ الصدى. النموذج رقم 4 قبل الأخير. السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة. رقم 1، عندما ترتبط ذرة الأكسجين مع ذرتي هيدروجين، واحدة أكسجين مع 2 هيدروجين، هيدي لك مين؟ يدي لك المية H2O. العنصر الذي عدده الذري كام؟ لا يحتوي مستوى طاقته الأخير على إلكترونات مفردة، ما فيهوش إلكترونات مفردة، يبقى أنت عايز تقول لي إنه مكتمل، يعني في 8، عشان لما أجي أوزعه كده بلوث النقطي، هنا 2 هنا 2 هنا 2 هنا 2 هنا 2، يبقى آخره 8، يبقى 18 اللي هو الأرجون. العنصر الضروري لاختراع أوراق النباتات هو عنصر النيتروجين. تبدأ كل دورة من دورات الجدول الدوري الحديث، بتبدأ الدورة يا حبيبي بعنصر فلزي اللي هم مجموعة ال1A. كل دورة دايما بتبدأ بعنصر فلزي اللي هي المجموعة 1A. اكتب اسم العنصر الذي يعبر عن رمز Cu، النحاس. Na ده مش نادية، Na ده الصوديوم، ده مين؟ ده الصوديوم. السؤال الثاني، ضع علامة صح وعلامة خطأ. رقم 1، تقع الفئة دي في منتصف الجدول الدوري الحديث، صح، إجابة صحيحة. يعتبر الماء المالح من المخاليط غير المتجانسة، لا والله ده مخلوط متجانس. يتشبع مستوى الطاقة L، ده تاني مستوى، بعدد إلكترونات أكبر من ال N. يا عم ده ال L هنا وال N هنا وال M ما بينهم، والكي في الأول 2 8 18 32، أنت بتقول لي ال L أكتر من ال N، ده في 8 وده 32، خطأ. يعتبر جزيء الماء أبسط جزيء لمركب عضوي، خطأ. أبسط مركب عضوي عندنا الميثان CH4. والمركبات العضوية لابد أن تحتوي على عنصر الكربون، وليس كل عنصر يحتوي على كربون يعتبر مركب عضوي، خلي بالك. يعني أنت مثلا عندك CO2 ده فيه كربون بس مش مركب عضوي. ادرس الشكل التالي ثم أجب. موقع العنصر في الجدول، الموقع العنصر يعني عايز رقم الدورة ورقم المجموعة. لسه قايل لك رقم الدورة من عدد مستويات الطاقة، الراجل عنده أول مستوى طاقة في 2 وتاني مستوى طاقة في كام؟ 1 2 3 4 5. الراجل ده في الدورة الثانية والمجموعة آخره 5، يبقى المجموعة 5A. اذكر نوع العنصر يا عم، أنت آخرك 5 يبقى أنت لا فلز. اللا فلزات آخرها 5 أو 6 أو 7. النموذج الأخير معانا النموذج رقم 5 من كتاب الإيه؟ من كتاب الأضواء. السؤال الأول، صوب ما تحته خط. رقم 1، يمكن فصل الرمل عن المية، ده مخلوط غير متجانس عن طريق التبخير، لا عن طريق الترشيح. يعتبر الماء أبسط المركبات العضوية، لسه قايل لك الميثان CH4. العلاقة 2 إن التربيع أو 2 نون تربيع تحدد عدد يا عم الإلكترونات في مستويات الطاقة. تقع الفئة B يسار الجدول الدوري في اليسار ناحية إيد الشمال، لا ده الفائز، الفئة B دي في اليمين. اذكر فرقا واحدا بين كل من البروتون والإلكترون. يا عم الفرق ما بينهم، البروتون شحنته موجبة والإلكترون شحنته سالبة. لو عايز فرق كمان، البروتون كتلته كبيرة جدا 1 يو، الإلكترون كتلته صغيرة جدا 1/1836 يو، وحدة كتل ذرية. اذكر فرقا واحدا بين جزيء عندك النحاس CU وجزيء أكسيد النحاس، والله ده جزيء عنصر بينما ده جزيء مركب، عناصر مختلفة. السؤال الثاني، اكتب المصطلح العلمي. رقم 1،
جسيمات شحنتها سالبة وبتدور بسرعة فائقة حول النواة، دي الإلكترونات. رقم 2، مجموعة العناصر التي تفصل بين الفاء S والفاء B في الجدول الدوري، وبتبدأ من الدورة الرابعة مجموعة العناصر الانتقالية أو عناصر الفئة D. عدد البروتونات داخل نواة الذرة ويرمز له بZ، ويكتب أسفل يسار العنصر ده العدد الذري. مادة نقية تتكون من ذرتين أو أكثر لعنصرين أو أكثر، وبترتبط مع بعضها بنسب كتلية ثابتة، ده تعريف المركب. الشكل المقابل يمثل إيه يا سيدي؟ الشكل المقابل يمثل نظائر عنصر الهيدروجين، اكتب اسم كل منها. تمام، ده H11 خلي بالك، وده H12 وده H13. ده كان اسمه البروتيوم، وده ديوتيريوم، وده كان عندنا التريتيوم. تمام، بكده الحمد لله نكون عندنا انتهينا من تدريبات عندنا كتاب الامتحان وكتاب عندنا الأضواء للتدريب على مقرر شهر أكتوبر. ربنا يكرمكم جميعا، يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو. لو استفدت ما تبخلش علينا بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، وعندنا جروب الواتساب هسيبه لك أسفل في الوصف، عشان عليه بينزل عليه طبعا أسئلة وحاجات مهمة جدا. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.